يا ترى الشمس زيها زي باقي المخلوقات هيجي عليها يوم وتموت؟ ويا ترى ايه مصير كوكب الأرض لما الشمس تموت؟ طب عمرك سألت نفسك الشمس اتكونت ازاي وامتى؟ تعالوا معايا اقول لكم الحكاية باختصار. الحكاية بدأت من 4 مليار و600 مليون سنة تقريبا. بيعتقد العلماء ان كان في سحابة كونية ضخمة من الغبار والغاز اسمها السديم الشمسي، وبفعل الجاذبية بدأت أجزاء من السديم دي تقرب من بعضها وتدور بشكل سريع جدا على هيئة قرص دوار، وبدأت الجزيئات والمواد اللي في السديم تنسحب للمركز وتندمج مع بعضها لحد ما كونوا كورة غازية ملتهبة في مركز السحابة دي اللي اتسمت باسم النجم الأول. وبعد عشرات الملايين من السنين أدى الضغط المتزايد بفعل الجاذبية لاندماج ذرات الهيدروجين مع بعضها، وده أدى لإنتاج غاز الهيليوم، وده أطلق كميات مهولة من الطاقة نتج عنها ميلاد الشمس. هتقولي واحنا عرفنا منين ان الكلام ده كله حصل من 4.5 مليار سنة؟ هقولك ان النظام الشمسي كله اتكون تقريبا في نفس الوقت ده، وعشان نعرف اتكون امتى العلماء بيدوروا على أقدم حاجة يقدروا يدرسوها ويعرفوا عمرها، زي مثلا صخور القمر اللي رواد الفضاء رجعوها للعلماء عشان يدرسوها ويعرفوا عمرها. وهقولك كمان ان بيتم تقدير عمر الشمس عن طريق حجمها وكتلتها ومدى سطوعها. وفي الوقت اللي كانت الشمس بتتكون فيه في مركز السديم كان في على حوافه مواد بتتحد مع بعضها البعض وبتكون الكواكب والأقمار، وأجسام تانية ما قدرتش تتحد مع بعضها بشكل كويس، وعشان كده كونت الكويكبات والمذنبات والنيازك. وكل اللي انا قلته ده بيدور حوالين الشمس بانتظام، والشمس كلها بالنظام اللي حواليها بيدوروا حوالين مجرة درب التبانة. وعلى الرغم من سرعة الشمس ولكن بتكمل الشمس دورة حوالين مركز المجرة مرة كل 225 ل 250 مليون سنة. والشمس نفسها بتتكون من طبقات، 6 طبقات أساسية. وأول طبقة هي النواة اللي هي قلب الشمس، اللي بتكون مش صلبة زي نواة كوكب الأرض ولكن بتكون عبارة عن غازات، ودي بقى المنطقة اللي بيحصل فيها عملية الاندماج النووي اللي بتطلع الطاقة والحرارة. والشمس بتنتج كل ثانية كم مهول من الطاقة، عشان كده درجة الحرارة في مركز الشمس بيعادل تقريبا 15 مليون درجة مئوية، يعني درجة حرارة مرتفعة جدا وكثافة عالية. وطبعا درجة الحرارة والكثافة بتقل بالتدريج كل ما بنبعد عن النواة. تاني طبقة هي المنطقة الإشعاعية، وهي المنطقة اللي بتفصل بين النواة وبين الطبقة الثالثة اللي اسمها الحمل الحراري. والمنطقة الإشعاعية دي بقى بتعمل على حمل الإشعاع الشمسية الصادرة من النواة لطبقة الحمل الحراري، يعني تعتبر الوسيط بين الطبقتين. ولولا الدور العظيم اللي بتقوم بيه الطبقة دي كان هيحصل انفجار هائل للشمس من أول ما اتكونت بسبب الضغط المتكون في النواة. أما بقى الطبقة الثالثة اللي هي اسمها الحمل الحراري، دي درجة الحرارة بتوصل فيها ل 2 مليون درجة مئوية، وفيها بتنتقل الحرارة عن طريق الغازات. الغازات اللي في المنطقة دي بتحمل الحرارة وبتطلعها لبره لسطح الشمس، وبعد ما بتطلع الحرارة بتبدأ الغازات تبرد عشان تنزل وتحمل حرارة تاني وترجع تطلعها لسطح الشمس، وهكذا. بعد المنطقة دي بنخرج لسطح الشمس اللي درجة حرارته تقريبا 5500 درجة مئوية. وفي بعض المناطق على الشمس اسمها البقع الشمسية، ودي بقى بتكون عاملة كده زي الظل وبتكون باردة شوية. بعدها هتلاقي حلقة لونها أحمر حوالين الشمس، ودي ساعات بنشوفها اسمها الكروموسفير. واخيرا الهالة المتوهجة اللي اسمها الاكليل، والطبقة دي غريبة جدا. هتقولي ليه؟ هقولك لان المفروض كل ما بنبعد عن سطح الشمس بتقل درجة الحرارة، ولكن بقى الهالة دي بتوصل درجة الحرارة فيها ل 2 مليون درجة مئوية، على الرغم ان درجة الحرارة على سطح الشمس زي ما قلنا 5500 درجة مئوية. ولكن المرعب في الموضوع ان الشمس زيها زي اي حاجة خلقها ربنا، هيجي عليها يوم وهتنتهي وهتموت وهتفقد الطاقة
والوقود، وهتنتهي تدريجيا. في البداية هتنتفخ وتتحول لنجم عملاق أحمر، وهتتوقف عن توليد الحرارة، وهتكبر جدا لدرجة إنها هتبتلع عطارد والزهرة والأرض، وهتفقد الطبقات الخارجية ومش هيتبقى منها غير اللب بس، وهتتحول لقزم أبيض، وللأسف هتوصل لآخر مرحلة وهتتحول لجسم خافت بارد، وهتنتهي وتوصل لمرحلة القزم الأسود زي كده كورة من الفحم المطفي. ولو انت قلقت من كلامي فحب أطمنك إن الباحثين بيقدروا عمر الشمس ب10 مليار سنة، فات منهم زي ما قلنا 4 مليار و600 مليون سنة. يعني عشان يحصل اللي قلتلك عليه ده محتاجين أكتر من 5 مليار سنة، يعني هنكون متنا وشبعنا موت. وفي النهاية ده كله تصور العلماء والباحثين، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وتشتركوا في القناة، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على صفحة الفيسبوك والتيك توك والإنستجرام. هسيب لكم كل روابط الحسابات في صندوق الوصف.